السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل عليكم. الفترة دي بنعمل فيديوهات من العربية. موضوع ممكن يكون أسهل شوية، يبقى الواحد فايق كده على الصبح في عز النهار، إضاءة حلوة نتكلم فيها مع بعض شوية. لو في حد عنده سؤال، أنا قررت الصراحة الموضوع يبقى أبسط كتير من إن أنا أحاول أظبط سبوت أو أظبط مكان. إن شاء الله كده هنظبط نظام فيديوهات بس يكون شرح مستوفي أكتر أو مبسط أكتر للناس اللي عايزة تتعلم أي حاجة في مجال اللوجيستكس أو السبلاي تشين على حد علمي. في سؤال جالي قال لي ايه هي الكورسات اللي محتاج اخدها عشان خاطر ابقى مهيأ او ابقى مهيئة للعمل في مجال اللوجستيات. بص، لو انت او انتي اتخرجتي اوريدي من كلية، سواء كان تجارة او حقوق او هندسة او ايا كان الكلية او زراعة حتى، المجال بتاعنا ده موضوع مش محتاج، يعني مش محتاج الشهادة عشان خاطر تشتغل فيها. يعني دايما انا عندي كونسبت كده في حاجتين او في مكانين صعب قوي تعرف تخش فيهم بسرعة او انك تشتغل عن طريقهم او تشتغل بيهم، وهو الطبيب والمهندس. الطبيب والمهندس دول اكتر حاجتين صعب جدا، يعني لازم تخش طب عشان تبقى دكتور. ممكن يبقى عندك شوية خبرة بس مينفعش تبقى دكتور. نفس الموضوع المهندس، ممكن يبقى عندك شوية خبرة في الكهرباء بس مينفعش تبقى مهندس كهرباء. ف ده مبدئيا يعني مجال اللوجيستكس يعتبر من المجالات السهلة، وعشان خاطر تقدر تشتغل فيها آه، هيفرق، او الفرق ما بينك وما بين الخريج لوجيستكس مثلا في الأكاديمية البحرية هو معرفته بالبيزكس. ايه هي البيزكس؟ البوليصة وانواعها، انواع الكناتر، المودز اوف ترانسبورت، في طيران، في بحري، في جوي. البروسيس ممكن شوية تبقى عارفها، يعني على حسب طبعا الكلية اديتها له يعني او الدكتور في الكلية اداها له ولا لأ. فده الفرق. كورسز بقى، يا اما تاخد حاجة من أكاديمية بحرية زي ميني كورس، او ممكن تاخد حاجات اونلاين. هقول لك على يعني الحاجات اللي ممكن تشرح لك ان بريف كده، تعرفك الدنيا فيها ايه. انت ممكن تخش مثلا على موقع كورسيرا مثلا، هتلاقي فيه فري كورسز كده اللي اسمها لوجيستكس مانجمنت او سبلاي تشين لوجيستكس. دي ممكن تخش كده تاخد الكورس ده فور فري. وممكن تاخد كورس بفلوس من الأكاديمية البحرية. بس أنا نصيحتي في الحتة دي بالذات، لو أنت مبتدئ أو أنت مبتدئة، ممكن تروحوا شركات فريد فوروردرز صغيرين، أو تروح تشتغل في مكان تتعلم فيه مبدئيا برقم قليل جدا. مش محتاج انك تكون تاخد رقم كبير لانك محتاج الاكسبيرينس او محتاجه الاكسبيرينس في الاول. فانا شايف ان في البدايه خالص ده مهم قوي، مهم قوي اروح اشتغل في مكان. الاكسبيرينس في مجالنا ده هو يعتبر اهم شويه من انك تكون معاك شهاده معترف بيها، او شهاده تكون بتقول ان انت CLTA جامد جدا. ده مهم، يعني مش بتكلم ان العلم ده مش مهم. العلم ده مهم، هيفيدك، بس عشان خاطر توصل للليفل ده خد اكسبيرينس الاول على ارض الواقع، لان النظري حاجة والواقع حاجة تانية خالص. والواقع بيختلف في مصر عن تونس عن الجزائر عن اي مكان في العالم. فخد الاكسبيرينس الاول، شوف البروسيس، اتعامل مع وكلاء شحن بره مصر، اتعامل مع وكلاء شحن جوه مصر، اتعامل مع خطوط ملاحية، مع خطوط طيران. اتعامل وشوف الواقع عامل ازاي عشان لما تدرس تعرف تقيم الدراسة دي بالواقع اللي انت فيه، وهتلاقي دايما اسئلتك منطقية. فالبداية ممكن ما تبقاش كورسات، ممكن تبقى كورسات ببلاش على مواقع زي كورسيرا، زي يوديمي، زي يوداسيتي. في عندك كذا حاجة، او تفتح اليوتيوب وتكتب لوجيستكس مانجمنت. ولو عايز تعرف بيزكس ممكن تخش على الشانل بتاعتي فور اكزامبل، وهي اقل التشانلز اللي موجوده بتتكلم عن اللوجيستكس، واقل التشانلز ممكن تلاقيها ممكن تكون مفيده مقارنه يعني بيجز تانية او حاجات تانية انا نفسي بتفرج عليها. فده رقم واحد. رقم اتنين، محتاج انك دايما تفوكس على البيزكس. انا لازم اتعلم بيزكس. يعني ايه اتعلم بيزكس؟ او ممكن في الكورسات التانية يعلمك بروسيس. البيزكس دي ان انا اعرف كونسبتس معينه، اعرف الابريفيشنز بتاعتي، اعرف ان كلمه مثلا BO هي purchasing order، لما كلمه BO ده هو تقريبا booking confirmation، او BC booking confirmation. لما اقول POL يبقى خلاص port of loading. يبقى انا لازم عارف البيزكس دي عشان لما تكتب لي في الميل ما بقاش فاتح بقي ومش فاهم. دي برضو من الحاجات اللي لازم اعرفها abbreviations وما تتحفظش.
يعني هتحاول تجمعها بعينك، بس في الشغل هتلاقي الموضوع خلاص خدت عليه، عرفت ان البي او ال والبي او دي ده بورت اوف لودنج بورت اوف ديسشارج، هتعرف ان تي ال اكس هي التيل اكس ريليز، هتعرف كل حاجه كده في الشغل. بس اهم حاجه انك تشتغل، زق نفسك. يعني لو عايز تتعلم او عايز تتعلمي ممكن تخش تزق نفسكم في شركات، ومش لازم تدور على شركات مالتي ناشونال، في شركات فريد فورورد، ومش مشكله انك تشتغل سيلز. بس اهم حاجه ممكن تشترط على الشركه تقول لهم انا عايز اتعلم اوبريشن الاول، يعني قعدوني اسبوعين 3 اسابيع افهم الشغل بيمشي ازاي، وازد عليه هعرف ابيع. عشان كده دايما زي ما قلنا، يعني انت عشان تبقى راجل سيلز كويس لازم تكون فاهم المنتج بتاعك كويس، واحنا منتجنا هي سيرفيس، منتج الفريد فوروردر هي سيرفيس. فمهم قوي تبقى عارف البيزكس بتاعت المجال نفسه، تبقى عارف الابريفيشنز بتاعت المجال. فدي برضو من الحاجات المهمه قوي. انا بحاول اجمع لكم كل حاجه ممكن تفيدكم في الشغل. أه يعني اظن ان هم دول اكتر حاجتين لاي حد عايز يبدا في المجال. ابدا من شركات صغيره، ابدا من شركات صغيره، ارمي نفسك في السوق، ارمي نفسك في السوق، وبلاش احلام ورديه ان انا اشتغل في شركه مالتي ناشونال كبيره او ما اعرفش ايه. ممكن ربنا يكرمك وتشتغل فيها وتتعلم هناك، بس خد بالك هم هناك بيحتاجوا حد عنده على الاقل البيزكس. الفريد فوروردرز الصغير ممكن يعلمك على الاقل اوبريشن، التاني هو عايزك انت فاهم الدنيا فيها ايه، عشان انت هتبيع لي، انت هتخش تبيع على طول، انا مش هصبر عليك. ف فالكورسات في فري كورسز مش محتاج تدفع فيها فلوس. الادفانسد ليفل بقى ممكن نعمل لها فيديو منفصل خالص. ادفانسد ليفل ان انا بقى راجل دلوقتي بقى لي 10 سنين او 6 سنين او 7 سنين شغال في المجال، انا المفروض هعمل ايه، او انا المفروض افوكس على ايه. هنتكلم برضو عن الاكسل، انا المفروض ابقى عارف ايه في الاكسل شيت مثلا، او انا عايز اعمل اكسل مايكروسوفت اكسل مثلا او وورد او باوربوينت، انا محتاج منهم ايه بالظبط في مجال اللوجيستكس بس. فتابعوا الفيديوهات كده ان شاء الله، وهعمل كذا فيديو ان شاء الله قريب، يعني ممكن خلال يومين كده نعرف شويه احنا محتاجين نبقى فاهمين ايه في الاكسل. طبعا بعيدا عن البيزكس، يعني اكيد البيزكس برضه هنتكلم عنها، يعني انا مش هسيب تفصيله صغيره غير ما نتكلم عنها. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. صباح الفل. سلام عليكم.